اللي نشاهدوا اليوم حلقة جديدة من مسلسل تصفية الحسابات ضد الرئيس محمد بن عبد العزيز. ونحن جينا في أول الوقت الساعة 8، ومن ذيك الساعة اللي الشعب اليوم اللي هو يدور يدخل ومحكوم عن يدخل إياك ذي المحاكمة اللي قالوا بأنها علنية يشهد عليها الشعب. هذه ما هي محاكمة علنية، هذه تصفية حسابات ضد الرئيس محمد بن عبد العزيز. وهذه الحلقة اللي نشاهدوا اليوم هي الأسوأ، لأنها لاهي تظهر الشمس على هذه الحكومة اللي ما قدت في ذي الظرفية من تاريخ البلد تحقق شيء للشعب الموريتاني. شنو تباركين معاه؟ تباركين مع الرئيس اللي انجز للشعب الموريتاني ياسر من المشاريع وحقق حلم الشعب الموريتاني بانه بنى دولة قوية بجيش قوي مستقرة ومزدهرة بانهم يحاكموه. اليوم نبقى نأكد للرأي العام الدولي والمحلي بان هذه الحلقة ما فيش جديد. هذه حلقة ان 3 سنوات من مضايقة الرئيس محمد بن عبد العزيز، وهذا نختار نقول مولي بانه يشهد بان ميلاد الديمقراطيات في افريقيا بانه ميلاد عسير، وبان الرئيس محمد بن عبد العزيز بانه يبذل من جسده وقدم اللي يبذل من روحه الى كلف ذاك بانه يوقف الى جانب الشعب الموريتاني من اجل ترسيخ النظام الديمقراطي، وبانه التناوب السلمي على السلطه بانه خيار عنده هو، وبانه خيار عند الشعب الموريتاني لا رجعة فيه. وذا اللي متبارك مع هذا النظام هو شنو؟ هو رجوعنا يرجعنا لورا، شور الانظمه الاستبداديه. انتم تعرفوا من حريه التعبير ما خارجه، بان الشباب اليوم ما تقدر يتحرك، وبان الشعب اليوم هو يدور يشارك محاكمه يا تعود عادله، محكوم ومحروم بانه يشارك فيها. اذا هذا نظام استبدادي، نظام طوعنا طببنا اللي له 3 سنوات على القمع وعلى مصادرة الرأي وعلى احتقار الأحرار من أبناء الشعب الموريتاني. هذا الحمد لله اللي خروج الرئيس محمد بن عبد العزيز شون نواذيب وعبر عنه الشعب الموريتاني، ومشيتوا شون روسو عادوا لابد لهم ان يعطلوا الدستور الموريتاني اياك يحكموه عن يتواصل مع الشعب الموريتاني، لان الشعب الموريتاني واقف مع الرئيس محمد بن عبد العزيز. اذا ما في شيء جديد، ولا ننتظر ايضا اي شيء سوى شنو من المحاكمه، لانها حلقه جديده في هذا المسلسل اللي الشعب الموريتاني له 3 سنوات متابعه ويراعي فيه ويعرف انه تصفيه حسابات ضد الرئيس محمد عبد العزيز. غير محمد عبد العزيز قلبهم به اللي عملوا ذوك وهو موجود، وهو ما عندهم اثر واحد. هي المطروحه قضيته هو الصحيه، اللي انه حد صحته تدهور ومنعوه من يسافر يعدل العلاج، وسي كونترول كان يعدل عن فرنسا. وحسب اللي عندهم الاخبار انه البارح انه اجبار وقعه صحيه تجسد عن طلع له تنسيون. اليوم على اي حال يكفينا شرفا ان الشعب الموريتاني لا ينصف محمد عبد العزيز اللي كان يقول لهم انه معارض به النظام، وهو الفساد. والفساد اليوم شدوا به التاريخ، لانه مدت عمان من الميزانيات المتضاعفه من دون اي انجاز يذكر. هذا تاريخ نصفه، والشعب الموريتاني لا ينصف قدور شهره بانه لا يترك كامل ضد النظام ذا هو. وهنا ونادي الاحرار البلد ونادي الفقراء المحرومين الضعفاء المثقفين انهم ينصفون الراجل اللي وقف معاهم وضحى بصحته وضحى بشبابه وضحى بهيبته وضحى بعلاقاته، على انهم ينصفوه في قدوم شرف انهم يسرقوا الحزب الرباط الوطني، يسرقوا ضد قميصة المفسدين اللي فسدوا ذا البلد، وردوا حرياته، وردوا حتى قوت المعاش للمواطن اليوم الموريتاني تدنى. لان اليوم ما هو اليوم مواطن موريتاني يقعد قاعد قدا مرجان نقداه مع مرجان العشاء بهم سوء التسيير والفساد اللي معدل في البلد.